اللي قلنا عليه ونبهنا عنه اكتر من مرة خلال الفترة الاخيرة حصل النهاردة. رسميا البنك الاهلي يقرر خفض الفائدة على شهادتين عنده، وايضا بنك مصر يقرر خفض الفائدة على شهادتين عنده. فتعالوا بقى نشوف ايه الشهادتين اللي تم تخفيض الفايدة عليهم وايه تفاصيلهم الحالية. يلا بينا. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل ما نخش في موضوع الحلقه بنستاذن حضراتكم لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه لانها مهمه جدا. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. الايداع والاقراض في البنك المركزي اللي بيزودوا وبيقللوا وبيثبتوا في كل اجتماع والناس بتنتظر الاجتماع بشده، ده استرشادي للبنوك ان هي تزود او تقلل او تثبت، لكن دايما بتبقى ماشيه مع قرار البنك المركزي. فبقول لك مش الزامي ليه؟ لان ممكن تيجي خلال الفتره الجايه تلاقي بعض البنوك بتخفض الفايده عندها شويه، سواء على الشهادات او على حسابات التوفير اللي بفايده عاليه. وده حصل في بنك كيو ان بي، وحصل في بنك السي اي بي على الشهادات اللي عندهم، وحصل في بنك مصر على حساب التوفير اللي بفايده يوميه سواء في الفروع العاديه او في الفروع الاسلاميه. طبعا يا جماعه الجزء الصغير اللي حضراتكم سمعتوه وشفتوه ده كان جزء من حلقه سابقه، وكذا جزء بنفس التفصيلة اتكلمنا عليه في اكتر من حلقة سابقة، ونبهنا وقلنا يا جماعة مش الزامي ان البنوك تفضل مثبتة الفايدة عندها على الشهادات وحسابات التوفير واذون الخزانة من البنك المركزي ومن البنوك ومن غيرها. وقلنا وارد يحصل تخفيض خلال الفترة الجاية لو حصل تثبيت اكتر من مرة من البنك المركزي، لان ده مش الزامي للبنوك، وفي نفس الوقت الفايدة اللي في البنوك دلوقتي عالية، وده اللي حصل حاليا دلوقتي. واكبر بنكين بنك مصر والبنك الاهلي خفضوا الفايدة على شهادتين عندهم في كل بنك. مبدئيا الشهادات اللي اتخفضت في البنك الاهلي وفي بنك مصر هي الشهادات الدولارية، الشهادات اللي بتتعمل بالدولار اللي كانت نزلت مؤخرا. البنك الاهلي خفض 0.5% على الشهادتين، وايضا بنك مصر خفض 0.5% على الشهادتين. تعالوا مع بعض كده نقول تفاصيل الشهادتين كلهم عشان اللي مش فاكرهم او اللي مش عارفهم يعرفهم بتفاصيلهم الجديدة ويبقى عارف كل التفاصيل بتاعتهم ويقرر بقى يعملهم ولا لا. لكن عشان ما نتكلمش مرتين على الشهادتين في الاهلي وفي مصر، الشهادتين في البنك الاهلي هما نفس الشهادتين في بنك مصر باختلاف الاسم. فهنقول لك التفاصيل، وطالما بنقول مثلا التفاصيل ونقول لك في البنك الاهلي تعرف ان نفس التفاصيل تنطبق عليها في بنك مصر، لكن هنقول لك الاسم هنا والاسم هنا. اول شهادة في البنك الاهلي اسمها شهادة فورا او الاهلي فورا، ولكن الشهادة دي في بنك مصر اسمها شهادة القمة. الشهادة في البنكين شهادة ثلاثية، المدة عليها 3 سنوات. العائد على الشهادة دي في البنك الاهلي وفي بنك مصر كان 9% سنويا، اتخفض 0.5% دلوقتي في البنكين بقت 8.5% سنويا. لكن العائد على الشهادة دي بيصرف مقدم. طبعا هو قبل التخفيض كان بيعمل 27%، اللي هو 9% زائد 9% زائد 9% يبقى 27%، وبتاخده مقدم بالجنيه المصري. لكن بعد التخفيض النص في المية فهيبقى الثلاث سنين مجموعين 8.5 زائد 8.5 زائد 8.5 هيديك 25.5%. ده برضه هتاخده مقدم، مفروض محسوب بالدولار لكن انت بتاخده بالجنيه المصري. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده يا جماعة زي ما قلنا اللي اتغير العائد، بقية التفاصيل كلها زي ما هي، لكن احنا بنذكر حضراتكم بالتفاصيل. فاول شهادة دي العائد بالدولار على الشهادة بتاعت حضرتك لان انت عاملها بالدولار، لكن بتصرف العائد ده مقدم من تاني يوم ربط الشهادة. ربطت الشهادة والله يوم الحد، يوم الاثنين تروح تاخد العائد بتاعك مقدم 25.5% على الشهادة دي، لكن هتاخده بالجنيه المصري مش هتاخده بالدولار. ركز معايا في تفاصيل الشهادتين عشان ما تتلخبطش بينهم. طب هاخدها ازاي يا عم بالمصري وانا عاملها بالدولار؟ يوم صرف العائد بتاع حضرتك البنك بيشوف سعر الصرف كام وبيضربه في المبلغ بتاع حضرتك. يعني مثلا لو عملت الشهاده بتاعت حضرتك ب 10000 دولار بتضربها في 25.5%، بيديك المبلغ اللي بالدولار ده تضربه في سعر الصرف تاخده بقى المقابل بالجنيه المصري. الحد الادنى لشراء الشهاده دي هو 1000 دولار،
والاسترداد على الشهادة دي بتستردها بالعملة بتاعت حضرتك، بنفس عملة الشهادة اللي هو انت عاملها بالدولار بتستردها بالدولار، سواء استردتها في تاريخ الاستحقاق بعد 3 سنين او جيت بعد 6 شهور قررت تكسرها، لان متاح تكسرها بعد مرور 6 شهور، قبل مرور 6 شهور ما بتقدرش تكسرها، فلو جيت بعد مرور 6 شهور تكسرها برضو بتاخد الفلوس بتاعتك بالدولار. الشهادة دي متاحة في البنكين للمصريين وللأجانب. وفي نقطة مهمة على الشهادة دي في البنكين، ان انت حضرتك ما تقدرش تقترض بضمان الشهادة دي لا بالجنيه المصري ولا بالدولار الأمريكي، مقفول عليها الاقتراض. دي كده تفاصيل أول شهادة في البنكين واللي حصل عليه. بالنسبة لتاني شهادة في البنكين، الشهادة التانية في البنك الأهلي اسمها الأهلي بلس، في بنك مصر اسمها إليت. أيضا شهادة ثلاثية وأيضا بالدولار الأمريكي، والمدة عليها 3 سنوات، والعائد عليها كان 7% في البنكين، اتخفض عليها نص في المية في البنكين، أصبح 6.5% سنويا. والعائد على الشهادة دي بيصرف كل 3 شهور، كل ربع سنة، يعني بتصرف 4 مرات في السنة. ولكن العائد على الشهادة دي بتاخده بالدولار، التانية كنت بتاخده مقدم، ولكن بالجنيه المصري لا، ده بتاخده كل 3 شهور وبتاخده بالدولار الأمريكي. ما تخلطش بين الشهادتين. يعني لو عملت الشهادة التانية دي برضو ب10,000 دولار، هتضربها دلوقتي في 6.5% الفايدة الجديدة، وتقسمها على 4 يديك الفايدة اللي انت هتاخدها كل 3 شهور. والاسترداد أيضا على الشهادة دي، سواء استردتها في تاريخ الاستحقاق بعد 3 سنين أو جيت بعد 6 شهور كسرتها، هتستردها بالعملة بتاعت حضرتك اللي انت عاملها بيها، بالدولار الأمريكي أيضا. ولكن الشهادة دي مختلفة عن الشهادة التانية، ان انت تقدر تقترض بضمان الشهادة دي سواء من البنك الأهلي أو من بنك مصر. لكن أقصى نسبة للاقتراض على الشهادة دي في البنكين 50% من القيمة الاستردادية بتاعت الشهادة، وبحد أقصى 10 مليون جنيه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت لو عملت الشهادة دي مثلا ب10,000 دولار، والقيمة الاستردادية بتاعت الشهادة دي 8,000 دولار، يبقى أنت أقصى حاجة هتقدر تقترض بضمانها 50% من القيمة الاستردادية اللي هم 8,000 دولار، يعني 4,000 دولار، وبتقترض بالجنيه المصري. فانت هتضرب ال4,000 دولار في سعر الصرف ساعتها، يبقى ده المبلغ اللي انت هتقدر تقترضه كله. ولو انت عامل شهادة بالدولار بمبلغ كبير وتخليك تعدي الاقتراض 10 مليون جنيه، بيقولك اقصى حاجة تقدر تقترضها 10 مليون جنيه. فملخص على السريع عشان ما نخلطش بين الشهادتين يا جماعة، الشهادتين بيتعملوا بالدولار. الشهادتين لما تيجي تستردهم سواء بعد 6 شهور او بعد انتهاء المدة بتاعتهم ال3 سنين بتستردهم بالدولار. الشهادة الاولانية اللي هي فورا في الاهلي والقمة في بنك مصر، تاخد العائد مقدم من تاني يوم ربط الشهادة 27%، ولكن بتاخده بالمصري. الشهادة التانية اللي هي الاهلي بلس وفي بنك مصر اسمها إليت، بتاخد العائد كل 3 شهور وبتاخده بالدولار. الشهادة الأولانية فورا والقمة في بنك مصر ما بتقدرش تقترض بضمانها. الشهادة التانية الأهلي بلس وإليت بتقترض بضمانها، ولكن الاقتراض بتقترضه بالجنيه المصري و50% من القيمة الاستردادية فقط. طيب عشان اللي هيجي يسأل، طب أنا كنت عامل الشهادة دي سواء اللي كانت ب9% أو اللي كانت ب7% قبل كده، هل التخفيض ده هيحصل عليا وسعر العائد بتاعها هيتخفض ل 8.5% او التانية 6.5%؟ لا، التخفيض ده على الناس الجديدة اللي هتشتري الشهادات دي دلوقتي، لان الشهادات دي طبيعتها ثابتة، فالعائد بتاعها بيبقى ثابت لحد ما تنتهي المدة بتاعت حضرتك. بتفضل تاخد العائد اللي انت متعاقد عليه من اول التعاقد لحد انتهاء المدة. طيب اخر حاجة، لو انت حضرتك لسه عارف الشهادات دي او شفت تفاصيلها دلوقتي وسمعتها وعجبتك وهتسألني انهي الافضل، هقولك وجهة نظري، وفي الاول وفي الاخر القرار قرار حضرتك، وبيختلف من كل واحد على حسب دماغه وعلى حسب هو عاوز ايه ومقرر ايه. انا وجهة نظري، لو انت حضرتك محتاج مبلغ بالمصري كاش ومبلغ مثلا كبير هتخش بيه مشروع، هتشتري بيه ذهب، هتستثمره في اي حاجة تانية، مزنوق مثلا هتشتري شقة، محتاج مبلغ كويس بالجنيه المصري، يبقى الشهادة الاولانية كويسة جدا، لان هي بتديك عائد مقدم وبالجنيه المصري بتضربه في سعر الصرف، فهيديك عائد كويس. لو انت عامل الشهادة بالدولار كويسة فده هينفعك جدا. وهقول لك برضو
تعملها لو انت حابب تعمل مثلا شهاده بالمصري وتلحق مثلا شهاده بعائد كويس بالمصري، ممكن برضو تعمل الشهاده الاولانيه وتاخد العائد اللي هو بالمصري ده وتعمله في شهاده بالجنيه المصري بعائد كويس، يديك برضو عائد من هنا على عائد من هنا، تبقى كويسه جدا. لكن لو انت مش محتاج اي حاجه من الاتنين دول ومش محتاج اي فلوس بالمصري، اقول لك تروح للشهاده التانيه تعملها بالدولار الامريكي وتاخد العائد بالدولار الامريكي، وتبقى معاك الاتنين عمله صعبه وعمله كويسه بتحافظ على قيمه فلوسك برضه. فالاتنين كويسين ما فيهمش مشكله. فده كل اللي حصل على الشهادات في البنكين يا جماعه، ودايما متابعين مع حضراتكم باستمرار ان شاء الله. كل جديد هنعرف حضراتكم بيه على طول، عشان كده لازم تكون مفعل خاصيه الجرس على الكل عشان اي حلقه ننزلها تجيلك على طول. طبعا ما تنساش تدعمنا باللايك على الحلقه لانه مهم جدا جدا لليوتيوب. بس يا سيدي وكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.